أهلا بيكم في أثر. ده سؤال بجد كلنا بنسأله لنفسنا. ليه كل مرة نقرر نبدأ عادة جديدة وما بتكملش؟ نقول يلا جيم، يلا قراية كل يوم، يلا كورس جديد، والحماس في الأول بيبقى في السما، وفجأة بعد كام يوم، بالكتير أسبوع، هوب، كل ده يروح ونلاقي نفسنا رجعنا مكان ما بدأنا بالظبط. وهو ده بقى اللي بنحاول نعمله هنا في أزر، إننا نفهم نفسنا، نفهم دماغنا بتشتغل إزاي، بس بطريقة بسيطة خالص. والنهاردة عايزين نفك مع بعض اللغز ده، لغز العادات اللي بتبدأ وما بتكملش. طيب خلينا نبدأ ونشوف إيه الحكاية. أول حاجة لازم نتكلم عنها هي اللي بنسميه فخ العادات. أول حاجة، وعايز كل واحد يسمعني يركز فيها قوي، المشكلة مش فيك. الموضوع ملوش أي علاقة بإن إرادتك ضعيفة أو إنك شخص مش ملتزم خالص. كلنا بنلوم نفسنا ونحس بالذنب، بس الحقيقة إننا أصلاً باصين للموضوع من زاوية غلط تماماً. طب إيه المشكلة الحقيقية؟ المشكلة يا سيدي هي إننا بنعتمد على الحماس. الحماس ده بالظبط عامل زي بطارية الموبايل، أول ما بتصحى الصبح بتبقى 100% وعلى آخر اليوم بتشطب طبيعي. فإزاي بقى عايزين نبني حاجة تكمل معانا العمر كله على طاقة مؤقتة زي دي؟ طيب، خلينا نتعمق أكتر في المشكلة الحقيقية دي ونفهمها كويس. كلنا حافظين السيناريو ده شم. أول يوم جيم، طاقة وحماس مفيش بعد كده. تاني يوم الحماس قل سيكا. تالت يوم، رابع يوم، لحد ما يجي آخر الأسبوع تلاقي الأعذار بدأت تطلع والموضوع بقى تقيل قوي على قلبك، فخلاص بنكنسل. وهنا بقى النقطة المهمة قوي، انت كده مش فاشل، انت بس بدأت غلط. البداية الكبيرة قوي دي اللي كلها حماس، هي دي أصلاً اللي حكمت على الموضوع كله بالفشل من قبل ما نبتدي. وقبل ما نكمل، لو السيناريو ده مألوف بالنسبة لك وعدى عليك قبل كده، انزل دلوقتي في الكومنتات واكتب كلمة واحدة حصل. خلينا نشوف كده كام واحد مننا في نفس المركب. طيب تمام، كفاية كلام عن المشكلة، نيجي بقى للحل. والحل في قاعدة بسيطة جدا بس ممكن تغير كل حاجة. الكلام اللي هنقوله ده مش من عندنا، ده مستوحى من كتاب يعتبر من أهم الكتب اللي اتكتبت في الموضوع ده. كتاب اسمه العادات الذرية أو Atomic Habits لجيمس كلير. الكتاب ده بيقدم طريقة بصراحة عبقرية وبسيطة جدا عشان نغير أي سلوك في حياتنا. فكرة الكتاب كلها قايمة على إننا نغير السؤال اللي بنسأله لنفسنا. بدل ما نقول أنا عايز أوصل لإيه أو إيه الهدف الكبير بتاعي، لأ، السؤال الجديد هو إيه أصغر حاجة، أبسط حاجة ممكن أعملها كل يوم. شايفين الفرق؟ التركيز بيتنقل من النتيجة اللي لسه بعيدة قوي للخطوة اللي في إيدينا نعملها دلوقتي حالاً. وهي دي خلاصة فلسفة الكتاب. انسى الأهداف وركز على النظام. يعني إيه؟ يعني الهدف ده هو النتيجة اللي نفسك فيها، لكن النظام هو الخطوات اليومية اللي هتعملها عشان توصل. الكاتب بيقول جملة عظيمة قوي: الفائزون والخاسرون لديهم نفس الأهداف. كل اللي داخلين سباق هدفهم يكسبوا، بس اللي بيفرق بينهم هو النظام اللي كل واحد بيمشي عليه. كلام جميل. طب إزاي نطبق ده بقى على أرض الواقع؟ هنا بتيجي حاجة اسمها البداية الذرية. العادة الذرية دي هي ببساطة تغيير صغير جدا، روتين يومي بسيط لدرجة إنك مش محتاج تفكر أو تاخد نفس عشان تعمله. زي الذرة كده، هي أصغر حاجة، بس لما الذرات بتتجمع مع بعض بتعمل حاجة ضخمة. هي دي القوة الحقيقية في التراكم. يعني إيه نبدأ صغير؟ يعني بدل ما تقرر تقرأ كتاب في الأسبوع، لأ، خليها صفحة واحدة بس كل يوم. بدل ما تقرر تتمرن ساعة، لأ، اعمل تمرين ضغط واحد بس. بدل ما تكتب مقال، اكتب جملة واحدة. اعمل تأمل لمدة دقيقتين بس. الفكرة إنك تبدأ بحاجة تافهة وبسيطة لدرجة إن عقلك ما يلاقيش أي حجة عشان يرفضها. طبعا ممكن حد يقوله إيه يعني صفحة واحدة ولا تمرين واحد ده هيعمل إيه؟ وهنا بتيجي قوة 1%. لو كل يوم اتحسنت 1% بس، عارف بعد سنة هتبقى إيه؟ هتبقى أحسن 37 مرة من دلوقتي، 37 مرة. التأثير التراكمي ده عامل زي السحر على المدى الطويل. طيب، عرفنا المشكلة وعرفنا الحل، إيه بقى الخطوة اللي جاية؟ الخلاصة كلها في الجملة دي وركزوا فيها قوي. الفشل مش في العادة نفسها، الفشل في البداية الكبيرة. المشكلة مش إننا مش بنعرف نكمل، المشكلة إننا بنبدأ بداية ضخمة فوق طاقتنا. فالحل كله في الكلمتين دول: ابدأ صغير وكمل. بس كده، دي القاعدة الذهبية، إنك تبدأ بحاجة سهلة ما تخضكش، وتخلي هدفك الوحيد هو إنك تكمل، مش إنك تشوف نتائج خرافية بسرعة. لو الكلام ده لمس معاك وحسيت إنك جاهز تبدأ عادة جديدة من النهاردة مهما كانت صغيرة، يبقى اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس أكتر محتاجين يسمعوا الكلام ده. وأكيد اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تكمل معانا رحلتنا في فهم نفسنا.
والأهم من كل ده، انزل في الكومنتات دلوقتي واكتب الجملة دي: هبدأ صغير. ده مش مجرد كومنت، ده التزام بينك وبين نفسك، وتذكير ليك بالقاعدة دي كل ما تشوفه. ودايما افتكروا شعارنا في أثر: ابدأ بنفسك وسيب أثر.